بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده بنتكلم عن معادله مهمه جدا وهي معادله اف اس. وكنا اتكلمنا عن في المحاضرات اللي فاتت او في الحلقات اللي فاتت عن معادله اف، واتكلمنا عن معادله اف متعدده الشروط. يعني لو عندي كذا شرط من دول زي دول كده وعايز اعمل لها المعادله، فبستخدم اكتر يعني معادله اف اكتر من مره عشان احقق الشرط بتاعي. لكن معادلة اف اس هنا بتكتب المعادلة مرة واحدة، وهنشوف ازاي. بس اول حاجة لازم عشان اعملها في معادلة اف اس لازم ابدأ بالشرط الكبير الاول عشان تمشي او تجيب لي الناتج مظبوط. فهنا هنستخدم معادلة اف اس. هقول يساوي اف اس وافتح القوس بتاعي. اول حاجة عندي الشرط الاولاني ان لو المبيعات دي اكبر من 100,000، اديني ان الخانة دي في 15%. ما كانش هبدأ في الشرط التاني على طول من غير ما ادخل معادلة اف. هقول سي 3 اكبر من 85,000، اديني سي 3 في 10%. ما كانش هبدأ الشرط التالت اقول سي 3 اكبر من 50,000، وهديله هقوله سي 3 في الشرط التالت اللي هو 0.05 5%. الشرط الرابع الاخير بقى لو ما كانش كل دول هقوله لو سي 3 اقل من 50,000، اديني يا عم صفر، واقفل القوس بتاعي وهدوس انتر. هنا قال لي 100,000. 100,000 في الشرط التاني اللي هي اكبر من 85 واقل من 100 اداني 10,000. لو جيت هنا وعملت سيلكت كده هبص على 90,000، هي اكبر من 85 ادتني برضو 10,000. 105 هنا خدت 15%. 120 خدت 15%، 95 خدت 10%. لو جيت هنا غيرت دي 50,000 هيقول لي مفيش. لو اقل من 50,000 مثلا اخليها وانا هنا قلت المعادلة لو سي 7 اقل من 50. هنا لو خليت دي، هنا لو خليتها مثلا اقل من او يساوي، وادوس انتر هتدينا الصفر بالظبط كده. لو خليت دي مثلا 40,000 هتدينا صفر. لو خليتها 70 هتدينا 5%. بالشكل ده كده يبقى الفرق بين المعادلة بتاعت اف متعددة الشروط و اف اس ان معادلة اف انت لازم تكتبها اكتر مرة طالما الشروط متعددة، ودي هتبقى مرهقة شوية لو عندك عدد شروط اكتر. فمعادلة اف اس بتوفر عليك الكلام دوت، وبتقول لك اعمل الشروط بتاعتك كلها ورا بعض بالشكل دوت، بس بالترتيب يكون من الاكبر للاصغر. بس كده خلاص، ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنساش تعمل فولو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.